هنتكلم النهارده عن فيلم هيوجو، وهو فيلم أمريكي إنتاج 2011 من إخراج مارتن سكورسيزي وبرودكشن ديزاينر الإيطالي دانتي فيريتي. الحقيقة عشان نتكلم عن فيلم هيوجو لازم الأول نتكلم عن مين هو جورجي ميليه. جورجي ميليه ساحر السينما زي ما بنسميه، وهو شخصية من الشخصيات مش بس اللي أثرت في صناعة السينما وتاريخ السينما العالمية، بل هو من مبتكري هذا الفن وهذا العلم وهذه الصناعة. الفيلم هنا بيستدعي شخصية جورجي ميليه علشان يدخلها في وسط عالم سحري غير حقيقي، أو بمعنى أدق قصة فانتازيا من وحي خيال المؤلف، ولكن بيستدعي فيها شخصية حقيقية. لما بستدعي شخصية حقيقية علشان أدخلها في عالم موازي، أحكي حكاية من خلال وجودها، ده بيبقى ليه مدلول درامي مهم جدا. ليه المؤلف والمخرج راحوا لأن هم يستدعوا شخصية حقيقية؟ أكيد في حاجة في حياة هذه الشخصية شبيهة بالمورال اللي عايز يقوله المخرج والسيناريست، والمورال هو القصة المستفادة أو المعنى النهائي المطلوب إنه يوصل للمتلقي. فجورج ميليه كان ساحر، بمعنى إن هو إلوجينست، راجل بيشتغل ساحر. والسينما لما تم اختراعها سنة 1895 في فرنسا على إيد الأخوان لومير كانت مش أكتر من لعبة سحرية. إحنا عندنا في صور فوتوغرافية، تعالوا نحركها ونعرضها في السيرك ونعرضها في الكافيهات وناخد عليها فلوس من باب إن هي لعبة سحرية. الحقيقة جورج ميليه كساحر أصلا دي صنعته وده فن ودي موهبته وده شغفه، حب إن هو ياخد هذه اللعبة السحرية ويطورها. الأخوان لومير رفضوا إن هم يبيعوا له الكاميرا بتاعتهم، فقدر إن هو يعرف سرها ويبدأ يصنع كاميرا موازية لها، ويبدأ يمزج ما بين فن السحر وفن التصوير السينمائي. ومن هنا بدأت تطلع الخدع السينمائية في بدايتها وفي الصيغة الأولى بتاعتها، زي الديزولف اللي هو المزج، وزي الاختفاء المفاجئ، وزي قطعات وطرق انتقال من مشهد لمشهد. دلوقتي حضرتك كمتلقي وكمتفرج عادي هتبقى عارفها لأنها بقت طبيعية وموجودة، إنما ساعتها كان في تفرد للحظة الابتكار دي نفسها. لما تكون الحاجة مش موجودة خالص وحد يبتكرها، هنا بتكون العبقرية وبيكون التفرد. جورج ميليه من خلاله بنحكي قصة الطفل هيوجو اللي هو عايش في باريس سنة 1930، يعني قبل وفاة جورج ميليه ب8 سنين بس. والده كان بيشتغل في تصنيع الساعات وتصليح المعدات اللي فيها تروس زي لعب الأطفال وزي الساعات وما شابه يعني. فبيتعلم هيوجو هذا الأمر وبيحبه جدا، والأب بعد كده بيموت ويسيبه وبينتقل إن هو يعيش مع عمه، وعمه هو فني تشغيل الساعات اللي في محطة القطار البخاري بتاع باريس. اللي بيحصل ان العم بيكون سكير وبيختفي، وبنعرف بعد كده انه مات، وبنكتشف ان اللي كان بيشغل الساعة واللي كان بيشغل الوقت طول الوقت هو الطفل الصغير اللي اسمه هيوجو، رغم انه كان مطارد دايما من مفتش المحطة لانه في نظره هو حرامي بيسرق الاكل وبيبات في المكان دون ارادته، وهو ما يعرفش ان هو اللي بيشغل الساعات. فهنا هو الطفل من وجهة نظر المفتش مجرم، انما هو في الحقيقة هو ضحية وهو بطل، هو اللي مدور المكان كله، مدور الوقت ومدور الساعة. في البداية هنتكلم عن انترو الفيلم. لو احنا بنتكلم عن الماستر سينز بتاعة الفيلم ده فهم كتير مش واحد، فنبدأ الأول بالانترو. اخترت الانترو اتكلم عنه لأنه في مدلول بصري مهم جدا. الانترو بتاع الفيلم اللي هو المدخل بتاع الفيلم لقطة واسعة جدا، اكستريم لونج شوت لباريس. بس قبل ما نخش على ميادين باريس، الأول بنفتح على تروس ساعة عملاقة بتتواصل مع بعضها من الترس الكبير للترس الصغير، والمكنة كلها دايرة. ومن خلال هذا التكوين بنعمل ديزولف على تكوين مشابه جدا اللي هو بيطلع في الآخر
ميادين باريس. الفكرة هنا اللي عايزة توصل بصريا هي فكرة ان دي الحياة تساوي التواصل، والتواصل يساوي الزمن. يعني التواصل ما بين الترس الكبير والترس الصغير هو اللي بيخلق الحركة اللي هي هنا بتعمل لي حركة الساعة. فهنا كأن المبدع عايز يقول لي ان التواصل هو اللي بيخلق الوقت، والوقت يعني الزمن يعني التاريخ. من غير تواصل ما بيحصلش ده. الحقيقة هي دي أكتر حاجة الفيلم بيقولها من خلال المعادلات البصرية ومن خلال المعادلات الموضوعية ومن خلال القصة نفسها. هتكلم دلوقتي عن مشهد الأفان تيتر واستعراض شخصية البطل اللي هو الطفل هيوجو من خلال استعراض ديكور الداخلي بتاع مكنة تشغيل الساعة. وبنشوف هنا إن هيوجو بيبدأ يتحرك وسط الممرات ووسط التروس كأنه بلي التشغيل أو كأنه ترس من ضمن التروس، علشان يدمجوا في الحالة البصرية اللي هو عايز يوصلها لنا وعايز يقول لنا منها نفس اللي كنت بقوله قبل كده، ان هو التواصل، وان هذا الطفل هو رمانة الميزان وهو المحرك الحقيقي للأحداث. هنتكلم عن ديكور تاني، هو ديكور مدخل بيت جورج ميلي. كان مقصود يكون في مجموعة من التماثيل الصماء المستترة خلف عبايات تخبي وشهم وتداريهم عن اللي موجود، وده علشان يوصل لنا دايما إحساس إن المكان ده مكان واحد منتهك ومستهلك وميت شعوريا، زيه زي التمثال اللي هو بيديني بيه مدلول بصري ده. من التعبيرات الحلوة اللي استخدمها صناع العمل للتعبير البصري هي استشراف لحظة موت أبو طفل هيوجو لما كان في المتحف، وقبل الحريقة بشوط واحد بنشوف إن في تابوت أثري، فبيديني استشراف لمصير البطل في المشهد اللي بعده، وهو إن هو هيموت محروق. يعني لما نتكلم على المعادل البصري، المصطلح ده بس محتاجين نفسره. المعادل البصري يعني إن أنا أقول لك المعنى بس بإنك تشوفه مش بإنك تسمعه. يعني لما اقول لك كلمه البراءه دي لما تسمعها يبقى ده المعادل السمعي لمعنى البراءه، انما لما اجيب لك صوره طفل مثلا بريء من غير ما اتكلم هيوصل لك معنى البراءه. ده مفهوم كلمه المعادل البصري. يعني فانا عندي المعادل البصري هنا في فيلم هيوجو كان ليه حضور قوي جدا، وخصوصا في الروبوت اللي هو الانسان الالي، اللي بنعرف في الاخر ان جورج ميلي هو اللي كان مصنعه قبل ما يدخل في بوتقته وينشر للناس ان هو مات ويستخبى ويترك كل شغله بسبب الحرب العالمية اللي قضت على شغف الناس بالسينما، واللي قضت على طموح واحلام الناس وخلتنا نعيش في عالم من الاموات، والاموات فيه اكتر من الاحياء. فهنا بنتكلم عن الروبوت بملامحه اللي بنشوفها وبيتقال في الحوار ان هي ملامح محبطة، هي المعادل البصري لموت الطموح عند جورج ميلي. وفكرة ان الكاتب بيقول لنا ان صانع السينما الساحر الشغوف بفنه وبسحره وبالحياة ده، لما يقول لنا ان هو مات، ده معناه انه بيساوي انعدام الطموح وانعدام الشغف بالموت. بيحط الفن قدام الحرب، بيحط الفن مضاد للعنف. ففكرة وجود حرب دخلت قتلت الفن، فبالتالي ما بقاش فيه تواصل. هو ده المعنى الأساسي اللي بيوصل لنا من خلال تفاعل الأبطال مع بعضهم. فكرة كمان ان جورج ميلي متقدم على انه بيصلح العاب، فالفكرة ان زي ما جورج ميلي بيصلح الالعاب، وزي ما هيوجو الطفل هيصلح جورج ميلي نفسه، السينما بتصلح ما افسده الحرب.